اوكي اخلوقه، بس ما راح اطول منه. كبسوا حبايبي، كبسوا وشاركوا، كبسوا البث حتى نوصل للمليون. مساء الخير اخلوقه حبيب القلب. سلام النسيف لك. يا حبيبي. هلا يا هلا البطل سلوان والبطل سامي. انا صار لي زمان ما حكيت معك، بس اليوم شوي فتحنا بس. اتمنى خليك قوي، وانت قوي، لا تخاف، والشيء الامور كلها ماشيه بالسياق الصحيح. وانت من الاشخاص اللي غيروا وجه التاريخ في اوروبا. اليوم كل الاعين على فرنسا، يعني اللي قام فيه سلوان هو حقيقه، مش وهم، هو حقيقة. اليوم فرنسا بعد 100 عام لا يوجد اندماج للإسلام في فرنسا. لأن اللي حكيته أنت بالمظاهرة استيقظوا يا سويديين، استيقظوا يا سويديين، اليوم يتحقق في فرنسا. بالضبط، هذا اللي حكيت عنه أنا، وفهموا السويدين اللعب، ولذلك ما شفت أي رد سلبي من السويدين. شكرا صباح، شكرا حبايبي، ادعموا وكبسوا. ولا حيكون في رد سلبي أبدا منه. يعني يا أخلوق الاعتناء اللي قايمين فيه، خصوصا الجهات الأمنية، ما في هيك يعني بصراحة. لا يعني بس بدك تتعود شوي على نمط الحياة يعني الجديدة، ما تتذمر كثير. لأن خليني بس أعطيك معلومة، لأنه الحماية بتكلف جدا. يعني لما بدك تطلع برا البيت كذا ببعض الدول، يعني بتكلف باليوم أحيانا بتوصل لل1000 يورو، ل3000 يورو، ل5000 يورو. صح. إذا شخص كان بيتحرك كتير باليوم، إنه بده يروح على السوق، بده يروح لهم، بده ياخذوه لهم، يجيبوه لهم، بعتقد شوي أنت يعني يكون هيك وهيك شوي معه. لا أنا ما طلعاتي قليلة، ما بطلع. لا اطلع وفوت، بس فهمت الفكرة. نعم، بس وهدول الأغبياء بالعراق، هدول السياسيين الأغبياء، يا أغبياء أنتم من كل عقلكم إنه السويد رح تبعت سلوان لعندكم؟ أنتم مجانين. هذا رح يضل إلى الأبد تحت حماية مشددة بالسويد إلى الأبد. اليوم كنا عم نناقش سلوان موضوع نعم. الإعلام. الذين قاموا بعملية حرق القرآن وعملية الاستعراض اللي صار، هم اثنان، سلوان وسامي. الاثنين لعبوا بالقرآن كما يقال بالعراقي أقتبس منك بوطة، يعني فوتبول. اثنين مزقوا القرآن. الاثنين، واحد تكلم بالعربي والآخر بالسويدي. سلوان حرق القرآن. لكن برأيك اليوم الجزيرة بتجيب الصور الاثنين بتحكي عن سلوان، السي ان ان بتجيب صور الاثنين بتحكي عن سلوان، البي بي سي بتجيب صور الاثنين بتحكي عن سلوان. لماذا تحميل كل هذا الخطر لسلوان وتجنيب سامي؟ هل هي محبة بسامي أم يوجد خطة بعيدة المدى؟ ما أعرف بالضبط، ولكن أنا حسب رأيي، لأنه الطلب كان باسمي، والإعلام ياخذ دائما من صفحة الشرطة يعني الطلب برأيي، وأنا ما جبت طاري سامي ولا راح أجيبه، لأنه عندي تعليمات وأنت تعرف تفتهم عليها. اوكي، بس اليوم عندك الصحافي عم تعرض صوره على التلفزيون، انتم الاثنين بصوركم عم تعرض صوره اثنين بتتكلم عن واحد، ولكن ما اريد. الشيء اللي هو شوي في مخاوف عندنا، مخاوف من الاعلام العربي. انا بايد ريتشارد حكى معلومه جدا مهمه، قال ممكن كونه سلمان تحت الحمايه المشدده، ممكن يعني كما يقال باللغه العاميه انه يوجهوا الانظار الاجراميه الى سامي. هل بتعتقد ذلك؟ يصير. طيب خلينا هلا نتجاوز هي الفكره. هل في خطه قريبه لموضوع حرق القران؟ قبل ان ابدا، انا راقبت كل المحطات وراقبت ايضا الكومبس. الكومبس الشيء اللي لفت لي انتباهي، تنمر على سلوان واستهزأ بسلوان، مع انه سلوان يعرف السويديه، وقال انه سلوان ما بيعرف السويديه، مع انه سلوان كان مطلوب منه سلوان انه يحكي باللغه العربيه وسامي يحكي باللغه السويديه. كانوا اخذوا بعد مظاهرتك، اخذ ترخيص بعض شيوخ المسلمين وبعض المسلمين للصلاه امام البرلمان، وبيتكلموا انه هن رافضين الموضوع حرق القران.
جابوا ترخيص رسمي. لكن المفارقة أنه الشيخ تكلم باللغة العربية وكان الكومبس حاضر، لماذا لم يقول أن الإمام لا يتكلم السويدية وجميع الذين ألقوا الكلمة ألقوها باللغة العربية؟ شو الأسباب؟ ما هي مثل ما حكيت ذاك اليوم أخلق الكومبس محطة إسلامية محسوبة على السويد، وهي دائما تاخذ طرف من الخصام، يعني يكون أو أي موضوع يكون تاخذ طرف، تكون طرف. هي أخذت طرف وروجت وحتى حاولت تشوه سمعتي أو تشهر، وبعض القنوات أيضا ما يعرفون أنه أنا يا أخلق، حتى البعض اتهمني بالميليشيات، ولكن مصلحة الهجرة حينما خليني شوي أنا أقود الحوار معك، أنا رح أوصل لهالنقطة، بس خليني شوي قود الحوار معك لأنه في متابعين كتير عندك حتى نفهموا شو القصة ومن هو الميليشيات ومن هم الإرهابيين الإسلاميين. يعني اليوم أنا تابعت أيضا كل الفيديوهات اللي انتشرت لك لكون بأمانة، واستمعت لك كلها، واستمعت حتى لكلامك ولخطابك. يعني بحسب المعطيات أنت كنت تدافع عن اليزيديات والمسيحيات وجميع الناس التي قام الإرهاب الإسلامي الداعشي بقتلهم. يعني هذا يعني يرفع القبعة لك بحسب القوانين الأوروبية. شكرا. يا سامع بيطلب مايك. شكرا. ولكن يعني ماذا ترد؟ ولكن أخلوقة، أنا من يكون شخص ميليشيات ما يتلقى دعوة من البرلمان الأوروبي، دعوة رسمية باسمه من لا أنا مش عم بحكي على الدافع عن نفسك. اليوم هم نفسهم، أنا شفت الفيديوهات. أنت تقول وهم يقولون أنه يريدون أن يخرجوا داعش الإرهابية. نعم. فلماذا هم مستائين إذن؟ أنا راح أقول لك شو الموضوع، شلون هو الموضوع أخلوقة. الموضوع أنه المعروف بالعراق كل حزب إلى حمايات المقرات أو جناح مسلح. هذا حتى مقيد عند السويدين، عند السابو. من طلبة اللجوء السياسي السابو حقق معي بهذا الموضوع، لأنه حول ملفي من ميكروفون سباركت إلى سابو أثناء طلب اللجوء آنذاك. كل مقر، كل حزب إلى جناح مسلح أو إلى حمايات المقرات. حمايات أكيد ما يشيلون عصا، يشيلون سلاح ويشيلون. فإحنا كان عندنا صقور السريان أو يسموه نسور السريان، أو ناس سموه كتائب روح الله، المسلمين سموها روح الله. بغداد من طلبنا منهم رواتب وقالوا ما سموها روح الله. أوكي، على كل ما نختلف الأسماء. لا كان عددهم 13 واحد 14 واحد. هدول كان شغلتهم فقط حماية مقرات، مقر أربيل، مقر سهل نينوى. سامي صعدتك ليش نزلت؟ مقر أربيل هو طالب ينزل ورجع يطلع. اتفضل بس تابع. مقر أربيل أخلوقة، مقر سهل نينوى. سهل نينوى كان آنذاك محرر جديد فيحتاج حمايات هناك. أنا من سئلت هنا بالسويد هل كان عندك، طلعنا صورك وفيديوهات يا سلام، قلت لهم أنا بعطيكم إياها. أعطيتهم هارد 1 تيرا متروس كل نشاطاتي، قلت لهم تفضلوا هذا هارد تبعي. قلت لهم هل تعتقدون أنه السويد تتعامل مع ميليشياوي؟ لأنه لارش ألكسسون وأعضاء البرلمان السويدي والبرلمان الاتحاد الأوروبي عن السويد يجون لعندي بالمقر، هاكم هذه الفيديوهات. اتفاجأوا قالوا لا. قلت حتى هي مش اسمهم ميليشيات، هدول اللي دعمتهم أمريكا، إن كان الأكراد أو اللي بتتكلم عنهم التي قام الإسلام الداعشي في اغتصابهم. يعني أنتم عملتم عمل بطولة اليوم، لماذا تحاول العراق أن تتبرأ من العمل البطولة اللي أنت عملته من أجل الإنسانية؟ بالضبط. وثانيا قلت لهم هل برأيكم زين، أنت أسألك أخ لوقا، هل برأيك سفارة السويد تعطي فيزا شنغن لشخص عنده ميليشيات؟ برأيك أنت؟ نحن هم مش لنبرر سلوان. لا قصدي سيبك منهم. السويد مش موضوع تعطيك فيزا. السويد راح تعطيك جواز دبلوماسي، ما في مشكلة. هدول اللي مش عارفين، مش بس أنت حاصل على الجنسية السويدية، أيضا راح تعطيك جواز دبلوماسي. هدول ناس أغبياء اللي موجودين في المجتمعات الإسلامية. اليوم السويد يا أحبة هذه دولة تحترم حقوق الإنسان. خليني أعطيكم معلومة فيكم تشوفوها على الصحافي والمقروءة والمسموعة. اليوم رئيس حلف الناتو بنفسه قال
حرق القرآن هو حرية تعبير، رد على أردوغان، نقطع السطر، انتهى. يعني صرحوا اليوم. نعم صرح، أمس صرح رئيس حلف الناتو بنفسه ردا على أردوغان، قال إن حرق القرآن هو حرية تعبير، يعني على الدول الأعضاء في الناتو أن لا تتدخل. يعني أردوغان كأنه عم ياخذ حلف الناتو كرهينة لطموحاته الإسلامية، وهذا أمر غير مقبول. شكرا يا لولو، شكرا لولو. حبايبي ادعموا وكبسوا وشاركوا، كبسوا خلونا نوصل 1,000,000 وادعموا وشاركوا، يكون ممنون منكم. أخلوقة أنا تلقيت معلومات ما فيني أحكي عنها هون، إنه شوية أمور يعني لازم أعملها. هذه المعلومات هي من أجلي، يعني هذه العفو التعليمات هي من أجلي، يعني مو من أجل شيء. لذلك أنا مستمر. سألتني هل أكو نشاط؟ نعم أكو نشاطات بالأيام القادمة. ما حدا يقدر يسوي، بالعكس السويد مثل ما أعطتني الموافقة بالتظاهر وتطبيق القانون، جاي تطبق القانون بحماية السويد، ومشكورة جهودها. يعني الجهود يلي جاي يبذلون. أقول سلوان، أنت لما عملت هذا الشيء باسمك وحبا لوطنك السويد، وليس من أجل الملحدين أو المسيحيين أو اليزيديين أو غيرهم، لكن أنت عملت هذا من أجل المستضعفين من المسيحيين واليزيديين والملحدين، أليس كذلك؟ بالضبط. أنا مو على نفسي بس فقط، أنا بالنسبة لي أولا إذا حكينا من هذا الباب، أنا عايش هنا مرتاح ومتونس وبدولة أمان وهاي، ولكن من أجل أولا وطني السويد أن لا يضيع مثل ما ضاع ميزوبوتاميا، وثانيا من أجل اليزيدية والمسيحية والملحدين هذول واليهود، هذول والصابئة، هذول المكونات كلش متضررين من الإسلام. فأنا رفع الصوت قلت خلي يكون ضحية أواجه ملياري إرهابي أو مليار إرهابي مقابل أن شيء أنا سويته. وما أعرف، أنا الإعلام كله توجه لي وسوى حملة الإعلام ضدي وناس. أنا في بعض قنوات عالمية ما رديت عليها يا أخلوقة، لذلك دست كل حقدها بتقارير. شكرا أيزيدي، شكرا حبيبي. بتقارير في أمور فيها مو يعني مش أنا، يعني تقارير حكوا عني أمور مش أنا، لأني فقط ما رديت على تليفوناتهم. وأنا ما رديت مو من يعني بكيفي كان، لا، اجت تعليمات أمنية إنه ما أرد أي تليفون. هم كانوا يدقون علي ودزوا لي رسائل وإيميلات وما قدرت أرد. شكرا صباح، شكرا لولو، شكرا حبايبي، عاشق غريب.